السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة شركة الليثي للدراجات بتقدم لكم عجلة جديدة. النهاردة احنا بنقدم العجلة البي ام اكس من شركة فونكس. طبعا العجلة البي ام اكس اتطلبت مننا كتير جدا، فاحنا حابين نستعرض امكانيات العجلة دي ونشوف مواصفاتها ايه. قبل ما نبدأ المواصفات، يا ريت ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. العجلة البي ام اكس طبعا حابب ان انا اتكلم عليها الاول قبل ما نبدأ مراجعتنا لمواصفاتها. طبعا العجلة البي ام اكس بتمتاز بالمتانة. طبعا الجنوط بتاعتها بتبقى برامق، الكاوتش بتاعها بيبقى 300 اللي هو العريض. فطبعا اللي بياخد العجل ده بياخد العجل ده علشان متانته وقوته واستحماله. طبعا بيفضلها كتير من الاباء والامهات لاولادهم علشان العجله تستحمل معاهم وتعيش معاهم فتره كبيره. مع ملاحظه طبعا ان العجله البي ام اكس الكرسي بتاعها بياخد مستويات عاليه، يعني ممكن الكرسي بننزله طفل صغير يركب العجله، وممكن بيعلى حد كبير ممكن يركب العجله. فالعجله مستواها السني بتاخد مستوى سني كبير جدا، وده طبعا من اهم مميزات العجله. يبقى عندنا العجل ده بيبقى مميزاته حاجتين: الحاجه الاولانيه القوه والاستحمال، رقم 2 ان هي بتبقى مناسبه لجميع الاعمار، ان ممكن اي حد يركبها. فالنهارده بنشوف مع حضراتكم العجله دي مقدمه من شركه فونكس. العجله زي ما انتم شايفين، الفريم بتاعها طبعا العجله بتبقى من الحديد. الوزن الاجمالي للعجله دي، العجله دي مقاسها 20، الوزن الاجمالي ليها حوالي 21 كيلو. طبعا عجله تقيله، خامات محمله. ده الفريم بتاعها اهو. طبعا شعار شركه فونكس في المقدمه من قدام. ده الفريم بتاعها. يبقى هنا الرفرف جاي من نفس جسم الفريم، رفرف حديد، وفوق منه كرسي خلفي. ده الفريم بالكامل اهو. الفريم كله حتة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. هنا في فتحة بيخش فيها سلك الفرامل الخلفية، وبيخرج من هنا علشان يروح للفرامل الخلفية. عندنا الفرك بتاع العجلة بمساعدين، طبعا هو مفيهوش لوك ولا حاجة، لكن ده بمساعدين. وده طبعا الجنط بتاع العجلة، جنط برامق. الكاوتش مقاس 20-300 من شركة فونكس. الفرامل بتاعت العجلة ديسك 160 اسطوانات. العجلة بيجي معاها 4 كوبايات، بيتقال عليهم كوبايات. دول بيركبوا العجلة الأمامية 2 وفي العجلة الخلفية 2. ده القلب بتاع البدال بتاعها، ده بيبقى جاي قطعة واحدة. قلب البدال ده بيبقى على شكل حرف ال، بيبقى جاي كله قطعة واحدة زي ما حضراتكم شايفينه كده. الكفف بتاعت البدال ألمونيوم، وده الجنزير بتاع ده جنزير عادي طبعا مش جنزير سرعات، وفري ويل عادي. ده الكرسي بتاع العجلة من شركة فونكس. ده طبعا كرسي طبي طري. وده طيش الكرسي، بيبقى واخد عوجة للخلف كده عشان يدي مساحة للراكب، يعني بيبعد عن الجادون. عندنا الجادون بتاع العجلة اهو، بيبقى جادون عالي علشان طبعا لو حد كبير راكب العجلة الركب بتاعته ما تخبطش في الجادون، فبيبقى الجادون كبير وعالي بعيد عن البدال. الجادون ده بيمتاز ان هو بيعلى وبيوطى وبيقرب وبيبعد، يعني الجادون ده بيتحرك في 4 اتجاهات. ممكن ان احنا نجيبه لورا او نطلعه لقدام، وممكن ان هو بيعلى او بيوطى، يعني 4 اتجاهات. ودي طبعا ميزة مهمة جدا. ده شكل الجادون من الامام، شكل العجلة كلها زي ما حضراتكم شايفين. العجلة الفونكس دي تعتبر هي اجود عجلة بي ام اكس حركات، وفي ناس بتقول عليها نيجر. فدي افضل عجلة في الفئة دي موجودة في مصر حاليا، او الاكثر شعبية والاكثر مبيعا طبعا في الفئة دي. العجلة دي تقريبا سعرها في السوق المصري في حدود 1800 جنيه. انا بقول طبعا السعر تقريبي. زي ما قلنا اهم المميزات القوة والاستحمال، انها بتناسب جميع الاعمار. بنعيب عليها تقل الوزن، انها عجلة مش سريعة.
يا رب أكون قدرت أوضح لكم فكرة العجلة، وإلى اللقاء في مراجعات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.